هاي حلوين واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده فيديو كتير منكم طلبتوه مني او كتير منكم سألني بالموضوع اللي انا هتكلم معاكم فيه النهارده الفيديو بتاعنا هتكلم معاكم عن الماجستير او مرحلة الماجستير. ناس كتير منكم بتسألني فقلت بما ان في اسئلة كتير وبما ان احنا في وقت التقديمات دلوقتي فخليني اجاوب لكم على الاسئلة دي واشرح لكم الموضوع بشكل مفصل عشان تقرروا لو انتوا حابين تروحوا تقدموا او ان انتوا حابين تبداوا في مرحله الماجستير فتلحقوا ان انتوا تروحوا تقدموا على طول. خليني اقول لكم ان انا الايام اللي فاتت كنت في الكليه وكنت في شؤون الدراسات العليا، فبما ان التقديمات فتحت ففي ناس داخله بتقدم للماجستير. الاسئله اللي بيسالوها للموظفين اسئله ناس مش فاهمه يعني ايه ماجستير ومش فاهمه الماجستير ده هيعملوا فيه ايه او ايه الفرق بين سنه التمهيدي وان انا اكمل في الماجستير. فالنهارده هفهمكم اولا يعني ايه ماجستير او ايه هي درجه الماجستير. طيب، خلينا متفقين ان درجه او مرحله الماجستير من مراحل او من درجات الدراسات العليا، اللي هو انا خلصت السنين بتاعه الكليه بتاعتي سواء انا معايا ليسانس او معايا بكالوريوس، وبعدين انا حابب ان انا اكمل دراسه بعد كده فبدخل في مرحله الماجستير وفيما بعدها الدكتوراه. فخلينا كده متفقين ان الماجستير بعد ما بنخلص كليه خالص وبيختلف متطلباته من كليه للتانيه، وبرضه هتفهموا في الكلام اكتر. طيب، ايه الفرق بين الماجستير والدبلومه؟ والحقيقة ان ده سؤال بيتكرر لي بشكل كبير قوي 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 والناس متلخبطة والموضوع داخل او متداخل مع بعض في موضوع الدبلومة والماجستير. ناس كتير مش فاهمة ايه الفرق، وناس كتير بتقول انا عايزة اخد دبلومة بس انا محتارة اخد دبلومة ولا اعمل ماجستير، وحقيقة انا كنت في نفس الحيرة دي قبل ما افكر ان انا اقدم في الماجستير. فانا هتكلم معاكم في الفرق دلوقتي ما بين الدبلومة والماجستير. مبدئيا الماجستير بيكون متحدد بتقدير معين. أغلبية الكليات أقل تقدير تقدروا تدخلوا بيه الماجستير جيد، وفي كليات تانية بتكون برضو أقل تقدير جيد مرتفع، فعلى حسب التقدير العام اللي انتوا طالعين بيه من الأربع سنين بتاعتكم في الكلية أو على حسب بقى عدد السنين اللي انتوا قعدتوها في الكلية بتاعتكم. فالماجستير متحدد أو ليه تقدير معين لازم تكونوا جايبينه أو جايبين أعلى منه عشان تقدروا ان انتوا تقدموا. اما بالنسبه للدبلومه فالدبلومه بتكون مفتوحه لاي حد متخرج من الكليه دي او من المجال ده، يقدر ان هو يكمل يعمل دبلومه في الحاجه اللي هو حابب انه يتخصص فيها. بمعنى يعني احنا عندنا في علم النفس في فروع كتير وفي مجالات كتيره لعلم النفس، فالدبلومه لو انا حابب اتخصص في حاجه معينه اكمل فيها بعد كده شغلي، فالافضل ان انا اخد دبلومه في الحاجه دي، او لانها في سوق العمل بتكون هي اللي مطلوبه اكتر في التخصصات. لكن الماجستير ان انا بعمل دراسه او بعمل بحث او بعمل رساله في موضوع معين او في مجال معين، في حاجه او في موضوع مرتبط بمجال معين من مجالات علم النفس، فالموضوع مختلف تماما. الاكتر تخصصيه الدبلومه اكتر تخصص في الحاجه اللي انتوا حابين تدرسوها عن الماجستير. يعني لو انا عايز اتخصص مثلا في مجال التخاطب فانا هروح اخد دبلومة تخاطب. لو انا حابب ان انا اكمل دراسة او اعمل بحث او اعمل رسالة او اعمل دراسة يعني كده تكون علمية شوية ليها علاقة بموضوع التخاطب وهدرس حاجة في فكرة التخاطب او في موضوع التخاطب ومجال التخاطب ده، اقدر ان انا بعد كده اقدم ماجستير اخد سنة التمهيدي بتاعتي واعمل الرسالة بتاعتي في الموضوع اللي انا عايز اعمل فيه وابحث فيه اكتر، وممكن ان انت تضيف فكر جديد في الرسالة بتاعتك. طيب، الماجستير ممكن يكون نوعين. اول نوع وهو الماجستير الاكاديمي، وتاني نوع وهو الماجستير المهني. خلينا متفقين ان اغلبية الكليات في مصر عندنا خصوصا الكليات النظرية بيكون الماجستير اكاديمي، اللي هو اكاديميا اكتر من ان انا استفيد بيه في شغلي، لان الماجستير عندنا احنا بنعمل فيه رسالة. الماجستير المهني ما بيكونش فيه رسالة وما بيكونش فيه مناقشة رسالة وكده، بيكون عملي أكتر. لكن الماجستير الأكاديمي هو اللي بيكون فيه رسالة، بتبدأ بقى إن أنت تختار متغيرات، تختار موضوع وتختار المتغيرات اللي أنت هتدرسها، وتبدأ بقى إن أنت تطبق الرسالة بتاعتك وتشوف إن أنت هتعملها إزاي. أكيد دلوقتي جاي في دماغكم الشروط اللي أنا المفروض أكون محققها عشان أقدر إن أنا أقدم في الماجستير. زي ما قلت لكم الموضوع مختلف من بين كلية للتانية، كل كلية بتضيف الشروط بتاعتها.
في كليات على فكرة عشان تقدر ان انت تقدم ماجستير بيطلبوا منك انك تعمل دبلومة معينة عشان تقدر ان انت تقدم في الماجستير وتدخل في مرحلة الماجستير. واغلبية الكليات اللي بيبقى عندها المبدأ ده الكليات العملية اكتر. لكن عندنا في الكليات النظرية او بالنسبة للكلية بتاعتي اللي هي آداب عين شمس، فاحنا بنخلص ال4 سنين بتوعنا نقدر ان احنا نقدم ماجستير على طول طالما احنا محققين الشروط اللي هي ان انتوا جايبين تقدير جيد. ده يعني الشرط الأساسي إن انتوا تكونوا جايبين تقدير جيد أو أعلى من جيد. وفي أقسام وفي كليات بتبقى حاطة شرط كمان على حسب بقى الكلية يعني، أو على حسب يعني المجال اللي انتوا بتدرسوا فيه. وخليني اقول لكم ان برضو في كليات بتكون حاطه شرط اساسي ان انتوا تجتازوا المقابله اللي بيعملوها معاكم، او ساعات بيعملوا اختبار ولازم ان انتوا تعدوا من الاختبار ده وتعدوا من المقابله دي. فعلى حسب الكليه وعلى حسب القسم اللي انتوا بتدرسوا فيه. لكن على حسن حظي انا كان الشرط الاساسي هو ان احنا نكون جايبين تقدير جيد وبس، يعني جيد واعلى من جيد وخلاص. طيب نقدر ان احنا ناخد الماجستير في كام سنة؟ مدة مرحلة الماجستير بتاخد مننا وقت من 2 ل4 سنين على حسب انتوا انجزتوا ولا لا. يعني في حد ممكن ياخد الماجستير في 2 سنين، وفي حد ممكن ياخد الماجستير في 4 سنين. الفكرة ان انتوا تخلصوا سنة التمهيدي، ولو قدرتوا بعدها ان انتوا تخلصوا الكورسات اللي مطلوبة منكم وتحددوا الموضوع وتبدأوا في الرسالة بتاعتكم على طول، فخلاص انتوا هتلاقوا نفسكم بتنجزوا وبتخلصوا بسرعة. لكن لو بقى هننشغل في حياتنا ونماطل شوية وكده فالوضع ممكن هو يطول مننا. خليني افهمكم بقى الماجستير عامل ازاي بالظبط. طيب اول حاجة احنا رحنا قدمنا واتقبلنا ان احنا نبدأ في مرحلة الماجستير. عندنا سنة تمهيدي. السنة التمهيدي دي هي سنة زي اي سنة دراسية عادية جدا، مكونة من ترمين، ترم اول وترم تاني. في مواد بناخدها في الترم الاول وفي مواد بناخدها في الترم التاني عادي جدا. طيب المواد اللي احنا بناخدها في سنة التمهيدي دي معتمدة على ايه، او يعني ايه نوعية المواد دي؟ اولا مواد ليها علاقة بالمجال اللي انتوا بتدرسوا فيه. يعني انا اخدت مواد ليها علاقة بعلم النفس الايجابي، علم النفس المعرفي، علم النفس الصح، حاجات كتير يعني. كل جوانب علم النفس هتلاقوا نفسكم بتدرسوا فيها في الماجستير، او على حسب المجال اللي انتوا بتدرسوا فيه. يعني انا برضو من الحاجات اللي انا اخدت احصاء، لان الاحصاء عندنا ليها علاقة بعلم النفس وتطبيق الاختبارات وهكذا. فدرست حاجات ليها علاقة بعلم النفس. النوع التاني من المواد اللي بندرسها في سنة التمهيدي وهي المواد اللي بتعلمنا أكتر إزاي نعمل بحث، إزاي نعمل خطة بحثية، إزاي نعمل أجندة بحثية، إزاي أصلا نعمل أو نمشي على خطوات إعداد البحث واختيار المشكلة والعينة والحاجات دي كلها. لأن ده هيكون مهم لينا ومفيد لينا وإحنا بنعمل الرسالة بتاعتنا، لأن هي دي الخطوات اللي هنمشي عليها. فبتبقى المواد كلها ليها علاقة بمناهج البحث وهكذا. فكده أنا درست مواد ليها علاقة بالمجال بتاعي، ودرست مواد ليها علاقة بإعداد الرسالة بتاعتي أو إعداد البحث بتاعي اللي أنا هعمله فيما بعد. وبعد ما بتنجحوا في سنة التمهيدي الحمد لله كده على خير، في كورسين مطلوبين مهمين قوي 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 قبل ما نبدأ إن احنا نسجل الموضوع بتاعنا. أول كورس وهو كورس النشر والكتابة، وتاني كورس وهو كورس تويفل، ودول كورسات مهمة جدا جدا جدا. وبعد ما تنجحوا في الكورسات دي وتحددوا الموضوع بتاعكم وتشوفوا المشرف اللي معاكم من الدكاترة وهكذا، يعني بتبدأوا بقى ان انتوا تمشوا في يعني خليني اقول لكم طريق او مشوار اعداد الرسالة. وبعدين قبل ما يحصل مناقشة للرسالة بتاعتكم لازم تكونوا واخدين كورس التحويل الرقمي، لان ده مهم جدا برضو قبل ما تناقشوا الرسالة بتاعتكم. وبس كده بتعملوا المناقشة بتاعتكم وان شاء الله يعني كلنا ربنا يكرمنا وننجح في المناقشة بتاعتنا، وبعد كده نكمل خطوة الدكتوراه. انا كده لخصت لكم الماجستير ووصلتكم للدكتوراه يعني بصوا في دقيقتين او اقل. فاشكروني بقى، مش عايزاكم تشكروني وتقولي شكرا وكده، لا اعملوا لي لايك واعملوا سبسكرايب عشان في فيديوهات كتير حلوة جاية. طيب في سؤال بقى بيتكرر منكم كتير قوي 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 قوي، وهو ايه نظام الدراسة في سنة التمهيدي؟ زي ما قلت لكم انها سنة زي اي سنة، وزي ما كلمتكم عن المواد خليني اكلمكم برضو عن الطريقة اللي الدكاترة بيمشوا فيها. خليني برضو اقول لكم انا بتكلم عن تجربتي، انا مش بتكلم عن كلية تانية ولا عن تجربة ناس تانية، انا بتكلم عن اللي انا مريت بيه. في نوعية من الدكاترة بتقول انا مثلا هتكلم في موضوع كذا، او المنهج بتاعنا عن موضوع كذا او عن مجال كذا، فانا طالب منكم ان انتوا تعملوا لي بحث في الموضوع ده
وهو ده اصلا اللي الدكتور هيقعد يشرح فيه طول الترم، وهو ده اللي هتمتحنوا فيه. فاحنا كده بنقدم بحث وبنذاكر البحث ده عشان نقدر ان احنا نحل الامتحان، لان هيكون فيه برضو الامتحان اسئلته بتيجي من البحث. طيب البحث ده بقى متوقف عليكم انتوا، يعني انتوا اللي بتعملوا البحث. الدكتور مش بيقول لكم اكتبوا لي كذا واعملوا لي كذا واعملوا لي كذا، لا، انتوا اللي بتعملوا البحث. فعلى قد ما تقدروا تكونوا لامين كل حاجه، ويكون بحث فعلي، مش بحث ان احنا خدنا حاجات كوبي بيست وكده، لا، لازم نكون مذاكرينه كويس قوي. وفي كمان دكاتره تقول مثلا انا هتكلم عن موضوع كذا واللي انا بتكلم فيه ده من كتاب كذا، فتقدروا ان انتوا تذاكروا من الكتاب ده، او تقدروا ان انتوا تعملوا لي مثلا تلخيص للكتاب ده. فالتلخيص اللي انتوا هتكتبوه او اللي انتوا هتعملوه بقى للكتاب ده، ده اللي انتوا هتمتحنوا فيه. فبرضو ان احنا نقعد نذاكر الكتاب عشان نقدر ان احنا نلخصه، بعد ما نلخصه نذاكره عشان ده اللي هيجي في الامتحان. وفي دكاترة كانت بتطلب ان احنا نذاكر من كتاب معين ونعمل بحث عن موضوع معين، فاحنا بنذاكر من كتاب وبنعمل بحث عن موضوع تاني برضو. بس اغلبية الدكاترة كانوا طالبين مننا ابحاث عشان نقدر ان احنا يعني نتعود على فكرة ان احنا نعمل بحث دي، عشان بعد كده ونتعلم ان احنا نعمل سيرش ونتغوط كده في كل حاجة عشان نعرف نوصل لمعلومة صح. فده بيكون مفيد لينا عشان الرسالة بعد كده. وخليني اقول لكم ان في كمان مواد بتكون تطبيقية، بمعنى يعني انا كان عندي مادة اسمها مناهج البحث. مناهج البحث دي كان مطلوب مننا ان احنا نعمل خطة بحثية. خطة بحثية دي نفس اللي انا هعملها وانا بعمل الرسالة بتاعتي. فاحنا كنا جروب مع بعض وعملنا خطة بحثية، اتجمعنا وبدأنا بقى ان احنا ندور على الموضوع، المتغيرات اللي احنا هنختارها والاختبارات اللي احنا محتاجينها عشان المتغيرات بتاعتنا دي، او هنعمل ايه ونوع الرسالة بتاعتنا يكون ايه، وحاجات كتير من دي. كل ده هتتعلموه يعني مع الوقت وانتوا بتدرسوا في سنة التمهيدي برضو. بس في دكاترة خليني اقول لكم ان هي بتعتمد على الجانب التطبيقي ده. وبرضو بعد ما عملنا الخطة البحثية دخلنا وعملنا مناقشة للموضوع بتاعنا واتكلمنا عن الموضوع، وليه اخترنا العينة دي، وليه اخترنا الطريقة دي، وليه اخترنا الاسلوب ده، وهكذا. يعني لازم تكون حاجات زي دي، لان دي الحاجات اللي فعلا هتحصل معاكم وقت الرسالة. فهي دي كانت طريقة الدراسة بتاعت السنة التمهيدي اللي انا مريت بيها. في بقى نوعية من الاسئلة برضو بتتكرر وبتجيلي كتير: اخد كورسات ولا اكمل في الماجستير؟ والحقيقة ان دول حاجات مختلفين عن بعض، زي برضو فكرة الدبلومة وفكرة الماجستير. في حاجة هتكون اكثر مهنية معاكم، في حاجة هتكون اكثر اكاديميا معاكم. فعلى حسب الحاجة اللي انتوا حابين ان انتوا تكملوا فيها، وعلى حسب الكارير اللي انتوا حابين تحطوا نفسكم فيه. يعني لو حد عايز ياخد ماجستير فهو هيكمل ماجستير ويكمل بعدها للدكتوراه. لكن لو حد حابب ياخد دبلومة فهو اخد دبلومة معينة ويروح يشتغل بيها، وممكن بعد كده يقرر ان هو ياخد ماجستير ويكمل عادي. وعادي برضو لو انتوا بتاخدوا ماجستير وحابين ان انتوا تاخدوا دبلومة في حاجة معينة عشان تشتغلوا فيها، وتكون الدبلومة دي بتصب في الموضوع اللي انتوا هتناقشوا فيه الرسالة بتاعتكم او عايزين تعملوا فيه الرسالة بتاعتكم، وهكذا. او برضو عشان برضو سؤال اتكرر كتير قوي 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 قوي، وهو ازاي ننظم الشغل مع الماجستير. بصوا، خلينا نكون متفقين ان في التقديم كده ورقة اسمها ورقة عمل تقريبا، يعني بتجيبوه لو انتوا بتشتغلوا في جهة معينة، تجيبوا موافقة من الجهة دي على انها موافقة ان انتوا تكونوا بتعملوا ماجستير، وده هيكون مناسب للمهنة بتاعتكم. بس خلينا نقول ان مش كل الجهات او مش كل المؤسسات اللي بنشتغل فيها بتعمل الموضوع ده. بس لازم تكونوا متأكدين ان المكان اللي انتوا بتشتغلوا فيه هيكون متقبل ان هو يديكم وقت اجازة ايام الامتحانات، يديكم وقت اجازة لو عندكم مناقشة لحاجة معينة، لو عندكم حاجة او سيمينار او حاجة مهمة في الكلية لازم ان انتوا تروحوها، وما ينفعش ان انتوا تأجلوها. وبالنسبة للغياب فخلينا نكون متفقين ان برضه زي ايام الكلية احنا ما كناش بنحضر كل الايام وما كناش بنحضر كل المحاضرات. بس المهم ان احنا نكون متابعين كل حاجة الدكاترة بتقولها، عشان ما يضيعش علينا حاجة، وعشان ما يفوتش علينا حاجة فيها درجات، وعشان يعني ما نبقاش تايهين ومش عارفين هنعمل ايه ونيجي نزنق نفسنا وقت الامتحانات، لان ده بجد حاجة مهمة قوي قوي قوي، لازم تكونوا متابعين كده اول باول. وبس كده. اتمنى يكون الفيديو ده مفيد ليكم، ولو عندكم اي اسئلة تانية ليها علاقة بموضوع الماجستير وسنة التمهيدي ما تنسوش ان انتوا تكتبوها لي في الكومنتات، وان شاء الله انا هبقى اجاوبكم عنها قريب جدا. وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.